لو طفلك وقع على اسنانه تتصرفي ازاي؟ انا دكتوره ساره، دكتوره اسنان قصر العيني، وهقولك دلوقتي كل الاحتمالات اللي ممكن تحصل لو طفلك وقع على اسنانه وتتصرفي ازاي. بصي، اول حاجه لازم تحدديها اول ما طفلك يقع على اسنانه هو عمر الطفل. لو الطفل اصغر من 6 سنين فعاده السنان اللي هتكون اتاثرت دي اسنان لبنيه. لو الطفل اكبر من 6 سنين هتكون الاسنان اللي اتاثرت دي اسنان دائمه. لكل حاجه منهم طريقه تصرف مختلفه، فدي اول حاجه تحدديها. تاني حاجه هتحدديها هو تاثير الوقعه اللي وقعها الطفل. يعني قدامنا 4 احتمالات. لو الطفل وقع قدامنا 4 احتمالات ممكن تكون موجوده. يا اما الطفل لا قدر الله وقع السنه نفسها في المكان اللي هو كان بيلعب فيه، يا اما جزء من السن ده اتكسر، يا اما هتلاقي انه السنه نفسها دخلت في مكانها اللي جوه او طلعت في مكانها لبره، او هتلاقي انه ما حصلش حاجه للاسنان نفسها انما ممكن تعوير او حاجه في الشفه. بصوا، هنبدا باكتر حاجه ممكن تخض الامهات، انه لو جت الطفل وشافت انه سنه وقعت منه خالص. اول حاجه هنحددها زي ما قلت لكم هو دي سنه لبنيه ولا سنه دائمه. لو هي سنه لبنيه خلاص هنسيبها، وكده كده مش هينفع نرجعها تاني عشان هتاثر على السنه الدائمه اللي بعديها. طيب لو هي سنه دائمه انه الطفل اكتر من 6 سنين او 6 سنين فما فوق، ساعتها بسرعه نروح للمكان اللي هو كان بيلعب فيه وهندور على السنه. زي ما بقول لكم لازم ندور على السنه، واول ما هنلاقيها هنمسكها من الطربوش او الجزء اللي هو مش الجذور، الطربوش نفسه. وبعد ما نمسكها كويس قوي هنحطها على مكان ميه جاريه، ننظف اي شوائب كانت عليها. وبعد كده المفروض ان احنا نحفظها في حاجه من اللي انا هقولها لكم دي. يا اما لو انت قلبك جامد شويه هتحطيها في المكان اللي وقع منه السنه وتحطيها مكانها وتثبتيها وتخلي الطفل يعض عليها بقطنه ولا حاجه، وتروحي بسرعه، هتروحي خلال نص ساعه للدكتور الاسنان عشان يثبتها مكانها. يا اما الحاله الثانيه ان انت تحطيها في اللعاب بتاعه تحت لسانه او اي حاجه، بس طبعا ده في ريسك ان هو ممكن يبلعها. علشان كده ممكن تحطيها في يا اما ميه عليها شويه ملح او صلاين من الصيدليه، او اسوأ حل خالص بقى لو ما لقيتيش اي حاجه من الحاجات دي تحطيها في ميه. ما ينفعش تسيبيها ثابته عشان هي فيها خلايا حيويه وقت الزراعه بنحتاجها تاني. لو الخلايا الحيويه دي نشفت ان انت سبتيها في الهواء او في منديل، ساعتها الدكتور مش هيقدر يزرعها تاني مكانها. اللي بيحصل ايه لما ترجعي لدكتور الاسنان في خلال زي ما بقول لك كل ما بدري كل ما احسن. نص ساعه احسن من ساعه، احسن من يوم. كل ما بتاخري كل ما فرصه الزراعه تاني في مكانها بتكون فاشله. بعد ما بترجعي بقى لدكتور الاسنان بيحطها مكانها وبيخيط عليها وبيحط عليها زي ما يكون سلك كده في ورا الاسنان ويثبته. بعد ما بيعدي 6 شهور بيقول لك يا اما الزراعه نجحت يا اما الزراعه فشلت، وبعد كده بتبتدوا تعملوا علاج عصب. وعايزه اقول لك ان نسبه نجاحها كل ما انا التزمتي بالخطوات اللي بقولها لك دي بتكون عاليه جدا. الاحتمال التاني لو لاحظناه ان الطفل حصل كسر في السنان بتاعته. فعادة بتحصل الكسر ده في السنان الأمامية. نفس الفكرة، هنحدد هي سنان لبنية ولا سنان دائمة. لو سنان لبنية والسنان اللبنية دي حالتها كويسة ومش متلخلخة وفي حصل بس مجرد كسر، ساعتها بنحدد سواء ان احنا نعمل حشو عادي او حشو عصب لغايه ما السنان دي يحصل فيها تبديل. وعاده بنعمل القصه دي لو هي سنه صغير، يعني عمر 2 3 4. لكن لو هو قرب لسن التبديل خلاص ممكن نخلعها ونستنى السنه دائما انها تطلع. طيب ان كيس بقى ان هي السنه دي سنه دائمه هنعمل ايه؟ هنحدد كسر عميق ولا كسر بسيط. لو كسر بسيط هنعمل حشو عادي خالص. لو كسر عميق هنضطر ساعتها ان احنا نعمل حشو عصب، وبعد كده نحط لها دعامه وطربوش. والكلام ده برضو لازم يحدده الدكتور، ولازم تروحي له في نفس يوم الوقعه، ما تاخريش في التشخيص عشان نعرف نعمل ايه. غير حاجه كمان مهمه ان احنا دايما اي طفل واقع بنعمل له اشعه عشان نتاكد ان مفيش اي مشاكل حصلت في العظم اللي هو ماسك الاسنان. تالت احتمال ممكن يحصل لو طفل وقع انه نلاقي السنه دخلت لجوه او طلعت لبره او متلخلخه في مكانها. طيب نفس الكلام اللي قلته قبل كده، بنحدد لبنيه لو دخلت لجوه بنسبه بسيطه او طلعت لبره بنسبه بسيطه بيحددها الدكتور، بنسيبها زي ما هي. طيب لو دخلت بنسبه كبيره او طلعت بنسبه كبيره او اللخلخه فيها كبيره، بنضطر ان احنا نخلعها عشان ندي فرصه للسنه الدائمه ان هي ما تتاثرش. بالنسبه بقى للسنان الدائمه لا، ساعتها لازم الدكتور بيرجعها للمكان المظبوط بتاعها، وبرده بيثبتها بسلك، السلك بتاع التقويم من جوه من الاسنان من جوه من الخلف عشان يتاكد انها ثبتت. وبعد 6 شهور بيشوف عمليه الثبات دي نجحت ولا لا، وبيخيط طبعا جنبها.
ولو حصل ان هي ثبتت في مكانها بنعمل بقى ايه حشو عصب وطربوش ونرجعها مكانها. بس انا عايزه اقول حاجه بس عشان انا ما وضحتش الطربوش امتى. الطربوش عاده بنأجله لسن 18 سنه، لانه في السن ده بيبتدي شكل عظم الفك واللثه وكده بيكون ثابت في مكانه، فالوقت ده هو المناسب ان احنا نعمل طربوش. قبل كده بنعمل حشوات بس لغايه ما سنه يوصل ل 18 سنه عشان نعمل فيه الطربوش. طيب اهون احتمال بقى ان يكون الطفل وقع وما حصلوش حاجه في الاسنان، ويا اما في تعوير بسيطه يا اما ما فيش حاجه. طبعا في كل الحالات زي ما قلت لكم اي وقعه كده كده لازم نروح لدكتور الاسنان. ليه؟ عشان ممكن يكون مش باين اي حاجه لكن يعمل اشعه ويلاقي ان في كسر في العظم اللي ماسك الاسنان. فكده كده اي وقعه ملهاش علاقه بانت شايفه ايه، لكن ممكن تكون في حاجات انت مش شايفاها وهي موجوده فعلا. طيب لو في اي جرح في اللثه او في الشفايف او في اي منطقه تانية، ساعتها الدكتور بيقيم هل المفروض نعمل فيها خياطه ولا لا. لو هي محتاجه خياطه هيخيطها وعادي وهنتابع والدنيا هتبقى كويسه على طول. لو مش محتاجه خلاص مجرد متابعه والاشعه والموضوع هيكون كافي خالص. في جملة مشهورة قوي بتقول ان الوقاية خير من العلاج. ازاي نعمل كده؟ ان لو اطفالنا بيلعبوا العاب قوة المفروض ان احنا نديهم حاجة تحمي اسنانهم والفك بتاعهم من الخبطات دي، زي اللي هي ماوث جارد. دي عبارة عن زي دعامة سيليكون كده بتتحط على الاسنان وعلى الفك وبتحميه من اي خبطات ممكن تحصل في العاب القوة دي. في اطفال كمان عندها عاده سيئه قوي اسمها الجز على السنان. بتلاقي الطفل بيجز على سنانه سواء في فتره النهار او اثناء ما هو نايم، وبتسمعي صوت السنان كده وهو نايم. المشكله في ده ان هو بيعمل تاكل في طبقه المينا بتاعت السنان وتلاقي الاسنان كلها اتبرد بالشكل ده. طبعا الموضوع ده علاجه بيكون صعب جدا ومكلف وبيغير في شكل عضه الطفل نفسها. المفروض نحميه من الموضوع زي ده بان احنا نعمل له نفس الفكره ماوث جارد او نايت جارد. ده بيكون زي طبقه سيليكون كده بتتحط على الاسنان اثناء الليل علشان تحميها من التآكل ده. اخر حاجه في انه هو لو تعور تعوير في اللسان بتاعه او الشفايف او اللثه، في الحاجات دي كلها بنعمل ايه؟ لو في نزيف ان احنا بنعمل كومبريشن، يعني بنضغط على مكان النزيف عشان نوقف النزيف ده باي قطنه او اي شاش. بتضغطي على مكان النزيف ده عشان توقفيه لغايه طبعا ما تروحي لدكتور الاسنان. باكد تاني اي احتمال من الاحتمالات اللي فاتت سواء دائمه او لبنيه او شفتي مشكله او ما شفتيش مشكله، لازم سرعه ان انت تروحي للدكتور هي اهم حاجه في حل المشكله، عشان لو في اي حاجه ما يحصلهاش مضاعفات مع الوقت والبيبي او الطفل يتألم منك او يحصل له مشاكل اكتر من كده. اهم حاجه ان احنا في نفس اليوم الوقعه شفنا مشكله او ما شفناش، يا ستي خلينا نطمن ونتاكد انه العظم والشفايف والاسنان كلها بصحه كويسه احسن ما يحصل مشاكل اكتر من كده. وبس كده، دي الخطوات اللي المفروض نعملها لو اي طفل وقع، واتمنى اكون افدتكم في الخطوات دي. وطبعا مستنيه منكم اي سؤال، لو في اي حاجه انتوا في عقلكم اكتبوها لي في التعليقات وكنت سعيده ان انا ارد عليكم. من الحاجات اللطيفة اللي بتحصل مؤخرا ان وزارة الصحة مهتمة بالتوعية للناس بمشاكل الاسنان، عشان كده بتنزل مجموعة من الدكاترة بالتوعية بمشاكل الاسنان وازاي نتجنبها، وكان منها الموضوع اللي انا بقول لكم في الفيديو ده.